كريم؟ انت كنت بتغرف الطبق عشانك؟ ايوه، امال هغرفه لمين يعني؟ طب ايه رايك؟ جامد. قول بقى تسلم ايديهم، مش هم اللي عملوه. تسلم ايديهم. واحده ايش؟ طب لايك اي حاجه، لايك. تعالوا شوفوا المفاجأة اللي احنا عملناها دلوقتي. بصوا بقى يا جماعة، كنت قاعدة كده مسحت وروقت والدنيا كانت معايا زي الفل. تمام كده تمام كده. جوزي خد امه وخد اختي وخد اخته وراحوا القرافة، وخدوا بقى العيال كلها معاهم كده وقالوا ايه يلا بينا نروح القرافة. قلت لهم لا، روحوا انتوا بالسلامة وانا هروق الشقة. رحت شايلة الشقة ومسحها وكانت الدنيا زي الفل. بصيت كده يا اختي قاعدة ولا بيا ولا عليا، ولقيت كريم بيتصل عليا. في إيه يا كريم؟ بيقول لي انت مسحتي؟ قلت له انا مسحت. قال لي طب ماشي لمي بقى اللي انت مسحتيه عشان احنا هنعمل كسكسي. قلت له النهارده؟ قال لي النهارده. قلت له ماشي. رحت لما كده وبصيت لقيتهم جايبين بالصلاه على النبي 3 كيلو دقيق معاهم كده، وقعدت امي واخت جوزي وجابوا بقى شويه ميه وشويه صنه ملح وشويه سكر، تمام، وشويه زيت، وقعدوا كده يفرفطوا في الدقيق. فرفط فرفط فتره كده. شفتوا اللي انا بقوله دي الفرفطه بسرعه دي. يلا بقى على شويه الزيت. بصوا امي بتقولكوا حطوا شويه زيت واعملوا كده، اسمعوا كلامها واعملوا كده. قلت والله العظيم طالما بقى هم فاجئوني انا برضه هفاجئهم وهصور اللي هم بيعملوه. قعدوا ضحكوا عليا يقولوا هو انت مش هتعملي حاجه؟ قلت لهم لا، ما انا هسوي بس في نفس الوقت هصوركم برضه. يعني نضيع الفرصه دي؟ لا طبعا ما نضيعهاش. كفايانا بقى كسل بقى، كفايانا بقى. شجعوني بقى ان انا اطلع اعمل بقى معاكم فيديوهات كتيره كده. تمام كده تمام. قعدوا يبصوا بقى بس 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 بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا والله العظيم بس مستغربة، حاجة جت على غفلة كده فعلا، بس والله العظيم كان طعمه جامد. بص، والعيال بقى مشجعينا وبياكلوا العجين والكسكسي، كان يقولك طعمه جميل، اما هو لسه مستواش وكلتوه. امال لما يستوي؟ بصوا بقى حرفيا 3 كيلو وصلوا معانا ل 4 كيلو. ليه بقى؟ عشان المية دي ما قبلش المية، وامي بقى قعدت ترش 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 وام انجت بس. امي ترش وام انجت بس. بصوا زي ما انتم شايفين كده هما الاتنين ايدهم بايدين بعض. جبنا كيلو كمان دقيق على ال 3 كيلو، بقوا بالصلاة على النبي 4 كيلو. شوفي بقى ال 4 كيلو يرمي لك كمية قد ايه. هيرموا بسم الله ما شاء الله كمية حلوة. تمام كده تمام كده. واتعشينا بقى كسكسي مع شوية سكر ومع شوية زبيب، كانت الدنيا زي العسل. قومي كده تشجعي، قومي قومي، حتى لو انت ده الشتا داخل علينا يلوي، احنا هنكسل لما هنشرب. اه بصوا بقى الجمال كده بقى بيعملوا في الغربان، بيفركوه كده في الغربان عشان يبقى زي الرمل الجميل اللي معاكوا ده. بصوا بقى الجميل، هما دول هيتعملوا في الغربان. كان هو ده الخير كله، كان لسه في تحت الغربان كده عشان ما تقولوش ده شويه قليلين. بصوا ايوه كده بقى. حله الكسكسي اهي. جبنا حطيت بقى كوبايه ميه سخنه قوي من السخان وخليتها تغلي، وحطيت المصفى من فوق، وجبت حته شاشه نضيفه كده وتكون طريه عشان خاطر لما البخار يطلع ما ما تعجنكش الكسكسي في المصفى بتاعته. تمام. يلا بينا بقى نشوف شويه الاخاره دول. بس بتلمي كده عشان تحط الغربان، عشان تعمل لو سندت الغربان على الكسكسي هيتلت منك. كانت قاعده ام انجي بتفضلهم وانا قاعده بصور. اتخرج كريم عليا بيقول لي انت بتعملي ايه؟ قلت له بصورهم، مش انا هسوي. بصوا بقى الجمال بقى. دول كان اخر شويه بقى فيهم بجد المجهود كله. يعني الشويه دول هم اللي فيهم المجهود لحد ما تدوري وما يكونش في حاجه في الغربان معاكي اصلا. بص بقى امي حطيتهم في الطبق كده وعاشت اللحظه معاهم بقى. يلا بينا بقى نسوي كده. اهي الميه سخنت، هجيب الحته حطيتها وهحط بقى. اقتصادي وفعلا تنفع فعلا اكله، وينفع حادق، لو عندك شويه شوربه بط بقى يا سلام. لسه البط عندي لسه صغير لسه ما كبرش. بصوره لكم واوريه. لو تفتكروا من فتره كده كنت مصوره لكم البط البلدي وهو لسه صغنون ماشي.
بس بدأ دلوقتي يشد حلو، بس لسه صغير برضو ما قفلش عندي. فان شاء الله لما يقفل عندي بقى هعمل لكم اكله حلوه. بصوا بقى الجمال دي، يلا بينا نشيله بقى ونحطه في القرونه كده. احنا سويناه اول مره، انا حطيته مرتين عشان ما تقوليش هي دي المره، لا احنا كده حطيناه اول مره، والمره التانية خلاص هنحط له سمنته بقى. بصوا بعمل ازاي، سبته لما استوى خالص عشان لما اجي احطه المره الجايه ما ياخدش معايا وقت في السوا، يعني اديله كفايته وتسويته في اول مره. بصوا بقى هنفضل نفرك كده، هنحط المره التانية اهي. مش انا بقول لكم انا رديته على مرتين، هم مرتين اترد فيهم عشان هم الله اكبر قسمناهم على مرتين عشان جم اللهم صل على النبي صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد، جم كتير. بصوا بقى كده تفركي كده وسوي كده بايديك، النبي عربي معلقه ايه ده، الكسكسي ده مش عايز معلقه، عايز تتعاملي بايدك كده عشان يبقى زي الرمل في ايديك كده كده. خلاص هنحطه بقى يستوي. تعالوا بقى نشوف المره اللي انا نزلتها معاكم. امي فركته بايديها وجابت شويه ميه من الحنفيه، ميه من الحنفيه مش ميه سخنه ولا كده، ميه عاديه خالص، وتدي بقى شويه، تدي الكسكسي ميه وتربي كده. بصي تعملي ازاي، ما تدعكوش بايدك. بصي هويه عشان لو في دقيقه ناعمه ولا حاجه، عشان سالت امي في النقطه دي قالت لي لو في دقيقه ناعمه ولا حاجه وانت بتعملي كده مع الميه تيجي اللي انت يعتبر ما يتاكليش ويشرقك. بص كده والله العظيم احنا المفروض نرده مره تاني بالغربان، ما رديناهوش، هي كانت اول مره والمره التانية جت زي الفل. بص كده بقى تفضل تعمل فيه كده شويه، تفضل تديله ميه لحد ما تحس خلاص ان مفيش دقيقه ناعمه في ايديكي. بص هو كده خلاص مش محتاج ميه تاني. بص هتفضل بقى ترب اهو، ربي بقى ربي يا حاج. بصوا الجمال كده، تفضل بقى تعمل كده ليه، ان هي حاسه فيه لسه دقيقه في ايديك. ده كده خلاص استوى المره الاخيره، انا كده رديته مره تاني غير المرتين الاولانيين، دي مره تاني، دي كده يعتبر كانت اخر مره. هنفضيه بقى ونحط له سمنته والصلاه على الصلاه. بس انا قلت عشان ما اطولش عليكم مش كل مره ايه اوريكم التسويه بتاعته، دي بقى المره الاخيره، دي بقى اللي هيتحط له السمنه وتاكلي بقى. بصي اما تعملي له كده وتسمعي له صوت الصلاه على النبي. يا سلام يا بنتي يا ام حنين، انا بحب تسويته قوي على فكره. دي سمنه بلدي بقى هنحطها له اهي، تاخدي حته سمنه حلوه كده اهو. يلا بقى يلا نعلقه ما حد حوش. حطي بقى السمنه بتاعتنا كده، ده في حته مفاجاه هتظهر لكم دلوقتي. شفتوا طبعا كريم وهو بياكل كده كسكسي، تعالوا بقى شوفوا هو مدمج بقى وبيغرف. قال لي انا اللي اغرف الطبق بتاعه. بصوا الجمال بقى، هيغرف كده بصي بيظبط. بيوريلكوا عامل ازاي. بص السكر ده هو عاش اللحظه مع الكسكسي ده، هو بيعشقه قوي بس ما بياكلوش كتير. ومع الف سلامه ويا رب بكده يكون الفيديو عجبكم.